في كثير من الأحيان تتسبب قساوة الصابون والشامبو في تجريد الشعر والبشرة من الزيوت الطبيعية فتتركها جافة، ولكن شطف الشعر بخل التفاح هو علاج فعال للشعر وفروة الرأس، وله فوائد أخرى لا تعد ولا تحصى. هناك العديد من منتجات العناية بالشعر التي لها تأثير سلبي على الشعر مما يجعله جافا وهشا. درجة حموضة الشعر المثالية هي ما بين 4 إلى 5 درجات. حموضة خل التفاح يمكن أن تساعد في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الشعر وإزالة الترسبات المتراكمة عليه في نفس الوقت دون تجريد الشعر من الزيوت الطبيعية. عندما يغسل الشعر بخل التفاح تختفي قشرة الرأس. يمكن استخدام خل التفاح أيضا كبديل للبلسم. يعمل خل التفاح على علاج بصيلات الشعر المسدودة بسبب العدوى البكتيرية التي تخلق رقائق قشور على فروة الرأس، والتي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الشعر. أولا وقبل كل شيء يجب التأكد من استخدام الخل الطبيعي الخام وغير المبستر. المكونات: نحتاج إلى كوب من الماء وملعقتي طعام من الخل. تخلط المكونات وتوضع في قارورة سبراي فارغة ونظيفة. بعد الانتهاء من غسل الشعر بالشامبو يرش مزيج خل التفاح والماء مع تدليك خفيف لفروة الرأس. يترك لبضع دقائق ثم يشطف الشعر جيدا بالماء. ولا تحتاج إلى استخدام البلسم. لا تخف من رائحة الخل، ستختفي بمجرد أن يجف الشعر. يستعمل هذا العلاج مرة أو مرتين في الأسبوع. نأمل حقا أن يكون هذا الفيديو قد أفادك. لا تنسى مشاركته مع أصدقائك.